لأننا مش زي بعض، مش مفروض نحس زي بعض. يلا بينا نحكي. هنتكلم النهاردة عن مصطلح كان لحد 15 سنة فاتت كان مفهومه مختلف جدا عن دلوقتي: كرب ما بعد الصدمة. أي إنسان مننا لما بيمر بأزمة بيقع، ما بيقدرش يقاوم. المصطلح ده زمان كان بيتقال على اللي اتعرض لأزمات زي الحروب أو الكوارث الطبيعية أو مر بحادثة صعبة، وكان بيقعد بعدها أوقات طويلة جدا لحد ما يقدر يتعافى من الصدمة دي أو من اللي شافه. آخر كام سنة المصطلح ده اتغير جدا، وبقت الصدمة اللي بنعاني منها ممكن تكون فقد وظيفة، ممكن تكون فراق شخص، ممكن تكون إخفاق في دراسة وغيرها من الصدمات. طبعا محدش يقدر يتفه من أي موقف بيمر بيه الإنسان وبيحس بعده إنه في أزمة، لأننا مش زي بعض، مش مفروض نحس زي بعض ولا نتصرف زي بعض ولا قدراتنا على التحمل واحدة، لا خالص. زي ما بتيجي عميلة عندها أزمة شديدة جدا إن عندها مناسبة، وإن بعد ما اشترت اللبس وزنها زاد شوية أو وزنها نقص شوية فبقى اللبس مش مظبوط، ودي بقت أزمة بالنسبة لها وإزاي تحضر المناسبة دي. زي ما بيجي عميل وبيتكلم عن فقد إحدى الوالدين مثلا أو فقد شخص عزيز عليه، زي ما بتيجي بنوتة تتكلم عن علاقة انتهت أو عن صديقة كانت فاكرة إن هي أختها وصديقة عمرها. إيه اللي حصل؟ وإيه اللي خلى الأزمات اللي بنمر بيها تأثيرها علينا يبقى قوي بالشكل ده؟ كأنه زلزال أو كأننا عشنا في حرب. أسباب كتير جدا، أهمها إن إحنا بقينا متعلقين بالأشخاص وبالأشياء وبالوظائف وبالمراكز كل ما هو مادي، تعلق شديد قوي، فبخسارته بنخسر كل الحياة. وعلى العكس كمان بقينا للأسف مش واثقين قوي في قدرة الله سبحانه وتعالى على ترتيب حياتنا وعلى إنه أكيد هيعوضنا. مش واثقين قوي إن اللي حصل لنا ده خير، وإن اللي حصل لنا ده بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن حتى لو كان اختيار ده كان غلط في وقت من الأوقات، اخترنا وظيفة أو اخترنا ارتباط أو اخترنا شكل حياة مش مناسب لينا، إنه كان من البداية هو قدر لازم هنمشيله وهنتعامل معاه. ما بقاش عندنا درجة من التقبل. درجة التقبل بالنسبة لنا بقت أمر صعب جدا. أنا مش متقبل إن أي حاجة تحصل لي إلا اللي أنا مخطط لها بالظبط في التوقيت ده تحديدا. ما عنديش أي مرونة إن أنا أتعامل مع الشيء اللي أنا تقبلته ده. ما هو أنا في الأساس ما تقبلتش، فهكون مرن إزاي مع الأحداث؟ طالما ما فيش تقبل، ما فيش مرونة، عمري ما هرضى. عمري ما هرضى عن حياتي، عمري ما هرضى عن اللي فقدته، عمري ما هرضى عن اللي في إيدي دلوقتي. الانهيارات اللي بنسمعها في الجلسات من أعمار متفاوتة ومن مواقف مختلفة تبين للوهلة الأولى إنها بسيطة، يعني معقولة ده في ناس عندها مشاكل أكبر من كده بكتير. مش من حق حد إنه هو يتفه من مشاعر حد أو إنه هو ما يشوفش الصدمة بعينه هو، لا خالص. لكن كل اللي نقدر نعمله في مهنة الدعم النفسي بمختلف مسمياتها إن إحنا نحاول نخلي الشخص ده قادر على إن هو يمارس حياته تاني، قادر على إن هو يكون متقبل الأمور اللي بتحصل له، إنه يكون مرن مع التغيرات، إنه يوصل لدرجة من الرضا عن الأحداث والاختيارات، عن حياته بشكل عام، والأهم من كده عن نفسه. كرب ما بعد الصدمة اللي بقينا بنشوفه دلوقتي مش مجال السخرية ولا مجال إن إحنا نتفه من مشاكل بعض. الشخص اللي بيجيلك وبيخبط على بابك وعايز يتكلم معاك وارد جدا 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 إنك تكون ملاذه الأخير. خليك أحسن قرار هو خده. مهنة الدعم النفسي قبل ما تكون مهنة هي رسالة، خليك قدها. وأي شخص حاسس إنه عنده مشكلة أيا كانت المشكلة دي إيه، طالما هي مشكلة من وجهة نظره بتؤرقه وبتخليه مش قادر يواصل حياته أو حتى بيواصل حياته وهو مش سعيد، دور على حد تكلم معاه، فضفض. ما تسيبش نفسك للحظة تندم عليها بعد كده. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.